لو بتتمرن وبتطلع من التمرين حاسس إنك كنت مرتاح زيادة عن اللزوم، غالباً عضلتك ما كبرتش. السبب؟ إنك ما وصلتش للفشل العضلي. الفشل العضلي معناه إنك توصل لنقطة العضلة فيها مش قادرة تعمل تكرار واحد كمان بنفس الأداء الصحيح. ليه ده مهم؟ لأن الجسم ما بيبدأش يبني عضل جديد إلا لما يحس إن الحمل اللي عليه بقى أعلى من قدرته. الوصول للفشل العضلي بيشغل أكبر عدد ممكن من الألياف العضلية، خصوصاً الألياف السريعة المسؤولة عن الحجم والقوة. كمان الفشل العضلي بيبعت رسالة قوية للجسم إنه محتاج يتأقلم ويكبر علشان المرة الجاية يقدر يتحمل الحمل ده. من غير فشل عضلي، التمرين يتحول لمجرد حركة مش محفز للنمو. بس خد بالك، الفشل العضلي يكون في آخر مجموعة أو مجموعتين وبأداء صحيح مش تهور. لما توازن بين الفشل العضلي والتغذية الصح والراحة، ساعتها العضلة فعلا تكبر. ولو عايز تعرف أسرار تضخيم حقيقية ومثبتة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.